بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مالك رحمه الله: الأمر عندنا في قسم الصدقات أن ذلك لا يكون إلا على وجه الاجتهاد من الوالي، فأي الأصناف كانت فيه الحاجة والعدد أوثر ذلك الصنف بقدر ما يرى الوالي، وعسى أن ينتقل ذلك إلى الصنف الآخر بعد عام أو عامين أو أعوام، فيؤثر أهل الحاجة والعدد حيثما كان ذلك. وعلى هذا أدركت من أرضى من أهل العلم. كنا قدمنا لهذا الكلام من الإمام مالك رحمه الله بمقدمة قبل أن نتكلم عليه، وهذه المقدمة قلت لكم هي في معرفة الأصناف التي تأخذ الزكاة، وهذه الأصناف هي الثمانية المذكورة في قول ربنا سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وتكلمنا على بعض هذه الأصناف، تكلمنا على الفقير وعلى المسكين وعلى العاملين عليها، وبلغ الكلام بنا إلى المؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم، المؤلفة هذا اسم مفعول من ألف. التأليف بين شيئين هو جعل الألفة بينهما، هذا التأليف، جعل الأنس بين الشيئين بعد أن لم يكن بينهما، كانت بينهما وحشة، فرقة، نفور. فالتأليف بينهما هو جعل الألفة والأنس بينهما محل الفرقة والوحشة التي كانت. قال ربنا سبحانه مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، جعل الألفة بين قلوبهم قبل أن يجعل الله الألفة هذا الأنس، هذا التواد بين قلوبهم. ما الذي كانت الوحشة، كان النفور، كانت التباعد. ومعروف ما كان بين الأنصار أنفسهم، الأوس والخزرج من الاقتتال، وما كان بين العرب على أصنافها وقبائلها. فربنا سبحانه ألف بين قلوبهم، أي جعل ألفة بين تلك القلوب التي كانت فيها الوحشة والتنافر. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالمؤلفة قلوبهم هم قوم كانت بين قلوبهم وبين الإسلام وحشة وتباعد وتنافر، فألف بين قلوبهم، أي جعل بين قلوبهم والإسلام أنس وألفة. واختلف العلماء في المؤلفة قلوبهم، فقالت طائفة من العلماء: المؤلفة قلوبهم هم قوم من الكفار يعطون من الزكاة ترغيبا لهم في الدخول في الإسلام. وهذا القول يشهد له ما رواه مسلم في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين فأعطاه إياه، فرجع ذلك الرجل إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء ما يخاف الفقر. لم يكن مسلما وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ليتألفه الإسلام. قال أنس في تمام هذا الحديث: إن كان الرجل يسلم لا يريد إلا الدنيا فلا يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. هذا القول الأول. وقال طائفة من العلماء: المؤلفة قلوبهم هم قوم حديث عهد بإسلام، ليسوا كفارا يعطون ليسلموا، وإنما هم قوم مسلمون
حديث عهد بإسلام، لم يتمكن الإسلام في قلوبهم فيعطون ليستقر الإسلام في قلوبهم ويتمكن في قلوبهم. وهذا يشهد له ما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني أعطي رجالا أتألفهم. ويشهد له أيضا ما روى البخاري عن عمرو بن تغلب رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال أو بسبي فقسمه، فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا، فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال: أما بعد، فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطيه، ولكن أعطي أقواما لما أرى في أنفسهم من الهلع والجزع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، منهم عمرو بن تغلب. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم ليتألفهم ليستقر الدين في قلوبهم، هم مسلمون. ويشهد لهذا أيضا ما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس. قال سعد: فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا لم يعطيه. قال: وهو أعجبهم إلي. فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ ما لك عن فلان؟ ما لك لم تعطي فلانا؟ ما لك عن فلان؟ فوالله إني لا أراه، وفي رواية لا أراه مؤمنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أو مسلما، يعني قل أراه مسلما، لا تقل أراه مؤمنا، أنت تعلم ظاهر حاله، لا تعلم جليته ولا تعلم باطنه. قال سعد: فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أو مسلما. قال: فسكت ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، فعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله في النار. فهذا قول ثاني في شرح في معنى المؤلفة قلوبهم. قال طائفة من أهل العلم قولا ثالثا، قالوا: المؤلفة قلوبهم هم قوم من عظماء الكفار أسلموا ويعطون من الزكاة تأليفا لأتباعهم على الإسلام. وهذا كان شأن عيينة بن حصن سيد فزارة، وكان شأن العباس بن مرداس سيد سليم، وكان شأن الأقرع بن حابس سيد تميم. هذه الأقوال الثلاثة ذكر منها خليل واحدا. هي هذه الأقوال الثلاثة عندنا في المذهب، هذه الأقوال التي ذكرت لكم هي عندنا في المذهب 3 أقوال. قال بعض أهل المذهب: المؤلفة قلوبهم هم الكفار يعطون ليسلموا، وهذا الذي اقتصر عليه خليل رحمه الله، هذا قول ابن حبيب من المالكية، وهو الذي اقتصر عليه خليل. قال: ومؤلف كافر ليسلم. وقال بعض أهل المذهب: بين مؤلفة قلوبهم هم الذين هم حديث عهد بإسلام يعطون ليستقر الإسلام في قلوبهم، وهذا الذي نقله الباجي أبو الوليد الباجي عن المذهب. وقالت طائفة من أهل المذهب: بل هم عظماء الكفار الذين لهم أتباع فيعطون تأليفا لأتباعهم على الإسلام، وهذا الذي نقله اللخمي. وفي اقتصار الشيخ خليل على قول ابن حبيب فقط نظر، وهذه الأقوال الثلاثة نظمها شيخنا محمد سالم الدعدود رحمة الله عليه في نظمه المختصر بقوله: ثم مؤلف على أن يسلم، أي كافر ليسلم، ثم مؤلف على أن يسلم، أو داخل ليستمر مسلما، أو كافر فيهم عظيم طاعة يعطى لكي يؤلف الأتباع. والمؤلفة قلوبهم هؤلاء مشهورون، قوم مشهورون، منهم صفوان بن أمية. روى مسلم في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان بن أمية 100 من النعم، ثم 100 ثم 100. الجمل بعير
متوسط. كم تظنون ثمنه؟ بعير واحد متوسط، وهذا الذي يحتاج للركوب وربما يؤكل ويحرث عليه، يستقى به الماء. كم ثمنه؟ لا بزاف. عندك شي اخبار على الثمن؟ يعني نقولوا مليون، احنا نقولوا هي مليون فقط، 100 مليون. البركين الحولي وصل 8000 درهم، ياك احنا نقولوا هي مليون. اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الابل، ثم 100 ثم 100. عرفتوا علاش؟ لأن هذه غير الدنيا عند النبي صلى الله عليه وسلم، هي الدنيا. ثم اللي قاع هي الدنيا. يعطي عطاء لا يخاف الفقر. قال صفوان، بس من المؤلفة قلوبهم، قال صفوان: والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. الكرامة يفتح القلوب كيف ما يكون القلب. ومن هؤلاء أبو سفيان في أول أمره أيضا كان من مؤلفة قلوبهم، وهذا ما ذكرت لكم، هذا عيينة بن حصن والأقرع بن حابس والعباس بن مرداس. رواه مسلم في صحيحه عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان وصفوان بن أمية والأقرع بن حابس وعيينة بن حصن كل إنسان منهم 100 من الإبل، وأعطى العباس بن مرداس دون ذلك. وهؤلاء كلهم سادة في قومهم، والعباس أيضا سيد في قومه، أعطاه أقل منهم. فقال أبية مشهورة في الصحيح منها 3 أبيات فقط، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع؟ نهبي أي نصيبي، حظي، وحظ العبيد اسم فرسه، بين عيينة والأقرع، هذا أعطيته 100 وما كان حصن وما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع، ما كان أبو هذا ولا أبو هذا يفوقان أبي في المجامع، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تخفض اليوم لا يرفع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كملوا له 100، فكملوا له كما أعطوا لإخواني. وغيرهم كثير قد عد أهل العلم بالتواريخ والسير منهم 31 رجلا سموهم بأسمائهم. ومن أعظم العطايا التي أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم وألفت قلوبهم يوم حنين. أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا وأعطى قبائل العرب، ولم يعطي الأنصار شيئا، فوجدوا في أنفسهم وتكلموا. وهذا الخبر رواه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي وغيرهم من حديث أنس بن مالك، من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين. مجمله يقولون: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قسم غنائم حنين أعطى قريشا وأعطى قبائل العرب، ولم يعطي الأنصار شيئا، فوجدوا في أنفسهم وتكلموا، حتى قال بعضهم: يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. غزوة حنين كانت بعيد فتح مكة، يعني 19-20 يوم بعد فتح مكة كانت حنين. فيقولون: نحن الذين كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، نحن الذين قتلنا هؤلاء، سيوفنا لم تجف بعد من دمائهم، سيوفنا لا تزال تقطر من دمائهم، ويعطيهم ويتركنا، يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى حسن بن ثابت رضي الله عنه ذاك في قصيدة، يقول في قصيدة: زادت هموم فدمع العين منحدر، سحا إذا حفلته عبرة درر، من وجد شماء إذ شماء بهكنة، هيفاء لا ذنن فيها ولا خور، دع عنك شماء إذ كانت مودتها نزرا، وشر وصال الواصل النزر، وأتي الرسول فقل يا خير مؤتمن صلى الله عليه وسلم.
وأتي الرسول فقل يا خير مؤتمن للمؤمنين إذا ما عدت البشر على ما تدعى سليم وهي نازحة قدام قوم هم آووا وهم نصاروا. سليم قبيلة العباس بن مرداس، على ما تدعى سليم، هي نازحة بعيدة الإسلام قدام قوم هم آووا وهم نصاروا، سماهم الله أنصارا بنصرهم دين الهدى وعوان الحرب تستعير، إلى آخر القصيدة. فجاء سعد بن عبادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله إن هذا الحي قد وجدوا في أنفسهم مما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت، أعطيت قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب، ولم يكن في هذا الحي من الأنصار شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد فما محلك أنت من هذا يا سعد؟ فقال يا رسول الله ما أنا إلا رجل من قومي وما أنا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة. فلما جمعهم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم يا معشر الأنصار ما قالة بلغتني عنكم وجيدة وجدتموها في أنفسكم. فقال فقهاء الأنصار وكانوا لا يكذبون أما رؤساؤنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا، وأما ناس منا حديثة أسنانهم قالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي. كلما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا يقولون لله المنة ولرسوله، الله ورسوله أمن، يعني المنة له لله ولرسوله، نحن ما صنعنا شيئا، كل ما تقوله صدق وحق يا رسول الله، لا يقولون إلا لله المنة ولرسوله. فقال صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار ألا تجيبونني؟ فقالوا وبماذا نجيبك يا رسول الله ولله ولرسوله المنة والفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم أما لو شئتم لقلتم فلا صدقتم ولا صدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، مخذولا فنصرناك، طريدا فآويناك، عائلا فآسيناك. وهم يقولون، هو يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو شئتم لقلتم هذا، وهم يقولون لله ولرسوله المنة والفضل، ما نقول. يا معشر الأنصار أوجدتم في أنفسكم في لعاعة من الدنيا، اللعاعة شيء لا قدر له، ما يبقى في أسفل الإناء تخاب، ما يبقى في أسفل الإناء هو اللعاعة. سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المئين من الإبل لعاعة. أوجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم. يا معشر الأنصار أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا إلى بيوتهم وترجعون برسول الله إلى بيوتكم؟ فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم من دموعهم وقالوا رضينا برسول الله قسما وحظا. إذا جاء في قسمنا نحن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضينا. فرضي الله عنهم، ونسأل الله أن يجمعنا بهم في مستقر رحمته.
اختلف الفقهاء في قضية متعلقة بمؤلفة قلوبهم. اختلفوا هل هذا المصرف باق أم منقطع. قال الإمام مالك لا مؤلفة اليوم، وهذا القول شهره القباب في شرح قواعد عياض. قواعد القاضي عياض له كتاب صغير اسمه قواعد الإسلام، شرحه القباب أحد علماء المغاربة شرحا كبيرا مطبوع. فالقباب قال المشهور في المذهب أن هذا السهم انقطع اليوم. قال مالك لا مؤلفة اليوم، وهذا قول كثير من العلماء يرون أن دفع الزكاة لهؤلاء المؤلفة قلوبهم كان في زمن قلة الإسلام وقلة أهله، فكانوا يعطون من الزكاة ترغيبا لهم في الإسلام ليكثروا سواده وليعينوا المسلمين على أهل الكفر. فلما أعز الله سبحانه دينه وكثر سواد أهله لم تعد بالإسلام حاجة إلى تأليف هؤلاء الذين كانوا يتألفون، فقالوا لا مؤلفة اليوم. وقالت طائفة لا بل سهمهم باق. طبعا هذا القول الأول الذي قلنا إنه لا مؤلفة هذا مبني على أن الغرض من دفع الزكاة إلى المؤلفة قلوبهم ترغيبا لهم في الإسلام ليعينوا أهل الإسلام على أهل الكفر. هذه العلة. لما زالت هذه العلة وصار الإسلام عزيزا بأهله كثيرا بأهله قالوا لا مؤلفة اليوم. قالت طائفة أخرى من العلماء بل سهمهم باق لم ينقطع، وهذا الذي اقتصر عليه خليل. قال ومؤلف كافر ليسلم وحكمه باق. وهذا الذي صححه ابن بشير وابن الحاجب. وهذا مبني على أن هؤلاء يعطون من الزكاة ترغيبا لهم في الإسلام لا ليعينوا أهل الإسلام ولكن لاستنقاذ مهجتهم من الخلود في النار. وهذه العلة دائمة. لماذا تعطيه ليسلم؟ لماذا تريد إسلامه؟ ليعينك؟ لا، أريد إسلامه ليستنقذ مهجته من الخلود في النار. وهذه علة باقية، في ذلك يقولون إن هذا السهم باقي. وقالت طائفة أخرى من العلماء سهمه منقطع، لكن إن احتيج إليهم رجع إليهم سهمهم فتؤلفوا أيضا. وهذا قول القاضي عبد الوهاب المالكي، وهو الذي رجحه اللخمي وابن عطية وابن عربي. وابن عربي استدل له بما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قال كانوا يتألفون لما كان الإسلام غريبا في أول الأمر، فكذلك كلما كان الإسلام غريبا يتألفون، فكلما كانت الحاجة إلى تأليفهم تؤلفوا. فهذه ثلاثة أقوال. اختصار خليل أيضا على واحد منها فيه نظر، وهذه الأقوال الثلاثة نظمها شيخنا رحمة الله عليه محمد سالم فيما نظمه في مختصر خليل بقوله وبفشو الدين ذا السهم انقطع أو هو باق أو إن احتيج رجع. هذه أقوال ثلاثة. طبعا ينبغي أن تفهموا أن هذا الخلاف كله مبني على أن المؤلفة قلوبهم هم كفار يعطون ليسلموا، بغض النظر عن علة إسلامهم، هي لإعانة المسلمين أو هي لاستنقاذ مهجتهم من الخلود في النار. المهم أن هذا الخلاف مبني على كونهم كفارا ليسلموا. أما على كون المؤلفة قلوبهم مسلمين يعطون ليثبت الإسلام في قلوبهم فهذا سهمهم باق باتفاق، لا خلاف في ذلك. مفهوم الكلام؟ طيب، ها هنا في هذه القضية مسألة لا بد من الكلام عنها، هذا محلها. لماذا العلماء يختلفون؟ هل هذا المصرف باق
أم انقطع؟ لماذا؟ لم يختلفوا في غيره من المصاريف. ربنا سبحانه عندما عين مصاريف الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وإلى آخره، لم يختلف العلماء، لم يتساءلوا هل هذا مصرف الفقير انقطع أو لم ينقطع أو باقي، هل مصرف كذا، هل مصرف العامل عليها، هل مصرف في سبيل الله. لم يختلفوا. لماذا يختلفون في مصرف المؤلفة قلوبهم فيقولون يتساءلون هل هو انقطع أم هو باقي؟ لماذا يجيء هذا التساؤل؟ لماذا يجيء هذا الاختلاف؟ سبب هذا الاختلاف أن عمر رضي الله عنه في زمنه قطع الزكاة عن المؤلفة قلوبهم. هم لا يزالون موجودين، لكن عمر رضي الله عنه لا يعطيهم الزكاة، لا يعطيهم، قطعها عنهم. لماذا؟ أنا قلنا لكم لأن عمر رضي الله عنه كان يرى أن هذا المصرف يعطى لهؤلاء في زمن قلة الإسلام محتاج إليهم. الكفار كثير والمسلمون شرذمة قليلون، فيعطون هؤلاء ترغيبا لهم في الإسلام حتى إذا اسلموا كانوا عونا للمسلمين على أهل الكفر. لكن الآن عمر يرى أن الإسلام عز بأهله، أعز ربنا دينه وكثر سواد أهله وكثر سواد أتباعه، فلا حاجة لأن يتألف هؤلاء الذين كانوا يتألفون، لا حاجة، فلذلك قطع عليهم ولم يدفع إليهم الزكاة. لا يغيب عن أذهانكم، وهذا مهم أن تذكروه، أن هذا مبني على القول بأن دفع الزكاة إليهم هو ترغيبهم في الإسلام ليعينوا المسلمين على أهل الكفر. هذا قول من جملة 3 أقوال. طيب إذن هذا الذي صنعه عمر رضي الله عنه يتذرع به محتجا به قوم يريدون أن يبدلوا هذه الأحكام محتجين بفعل عمر، يقولون عمر جاء إلى هذا الحكم الذي هو جواز إعطاء الزكاة للمؤلفة قلوبهم، وهذا حكم منصوص عليه في القرآن. ماذا فعل عمر؟ اجتهد في محل النص. عمر رضي الله عنه جاء إلى مسألة النص بين حكمها، النص في القرآن بين حكمها، فاجتهد عمر في هذه المسألة وعطل نص القرآن، ورأى أن المصلحة ليست في إمضاء ما نص عليه القرآن، لا، بل المصلحة الآن أن يدفع هذا القدر الذي كان يعطى للمؤلفة قلوبهم، الآن ينبغي أن يعطى لغيرهم من الأصناف، لأنه لا مصلحة في إعطاء هؤلاء. المصلحة كانت في ذلك الزمن، الآن لا مصلحة. فقالوا عمر رضي الله عنه اجتهد في محل النص، هذا النص هو ينطق القرآن بأن الزكاة تعطى أيضا للمؤلفة قلوبهم. جاء عمر إلى هذا الحكم الذي نص عليه القرآن فعطله اتباعا للمصلحة لما رأى المصلحة. فهؤلاء يقولون نحن أيضا نفعل هذا، يقولون هذا يدل على أن الشرع يتغير ولو كانت الأحكام منصوصا عليها، ليست قضية الاجتهاد، هي الاجتهاد هذه قد يتغير اجتهاد المجتهدين. أما الزائد في كلام هؤلاء وهو أنه وإن كانت المسألة منصوصا على حكمها في القرآن أو في السنة فإنه لا مانع من الاجتهاد في ذلك المحل الذي نص القرآن على حكمه إذا كانت المصلحة عند هذا المبدل تقتضي ذلك. فلا يمنع مثلا أن يكون النص في الإرث، وهو قول ربنا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، لا يمنع وجود هذا النص من أن نجتهد في هذا المحل وأن نغير هذا الحكم الذي نص القرآن عليه، نغيره بما يرى فيه هذا المغير المصلحة. فيرى المصلحة الآن أنه يعطى الذكر مثل ما تعطى الأنثى. لماذا؟ لأن عمر أيضا اجتهد في ما في محل النص، فنحن أيضا نجتهد في محل النص اتباعا للمصلحة. لا يمنع وجود النص في النسب الذي يثبت أن المولود الذي ينسب إلى أبيه هو الذي ولد على فراشه من عقد نكاح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر.
فلا يمنعها وجود هذا النص من أن نجتهد في هذا المحل، ونرى مثلا المصلحة تقتضي تعطيل هذا النص، إلغاء هذا النص، وأن المصلحة تقتضي أن ينسب إلى الرجل، ينسب إلى الزاني ولده من الزنا. المصلحة تقتضي هذا، وجود النص لا يمنعنا من الاجتهاد في هذا. إلى نظائر لهذا كثيرة يتذرع إليها كلها بأن عمر عطل النص، اجتهد في محل النص فعطل النص القرآن، عطله. هو القرآن يقول المؤلف قلوبهم يعطون، عمر عطل هذا النص قال لا أعطي. لماذا؟ لأن المصلحة تقتضي أني لا أعطي. والحق أن هذا البناء بناء على شفا جرف هار، ليس بناء على تقوى من الله ورضوان. لماذا؟ لأن عمر رضي الله عنه لم يعطل النص. عمر أتقى لله وأورع وأخوف على نفسه من عاقبة أن يجيء إلى محل تكلم فيه الرب الأعلى فيقول أنا أؤخر كلام الرب وأجعل كلامي بدله. طيب، فما الذي فعله عمر؟ عمر رأى أن العلة التي من أجلها شرع هذا الحكم زالت. ما هي العلة التي من أجلها شرع إعطاء الزكاة إلى المؤلفة قلوبهم؟ ما هي؟ ترغيبهم في الإسلام ليصيروا مسلمين فيعينوا أهل الإسلام على أهل الكفر، هذه العلة. طيب، في زمن عمر هذه العلة زالت، عدمت، فيزول الحكم تبعا لزوالها. هذا معروف، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. إذا وجدت العلة تبعها الحكم، إذا عدمت العلة عدم الحكم. هذا ابتدائي، هذا لا يحتاج يعني الفحول من العلماء الغواصين على الدرر ليقولوا هذا الكلام. هذا كلام ابتدائي. طيب، أنا أضرب لكم مثلا تفهموا أن الحكم يدور مع علته. الآن واحد أخذ عنبا فعصره، وآخر أخذ عنبا فعصره، هذا لما عصره شربه نقول له بصحتك، وذاك لما عصره تركه إلى أن تخمر وشربه نقول له بصحتك. طيب، هذا شرب عصير عنب وهذا شرب عصير عنب، لكن لماذا كان شرب هذا حلالا وشرب هذا حراما؟ لأنها هنا علة هي التي جاءت بهذا الحكم. ما هي العلة؟ هي هذا الإسكار. لما تشرب هذا تسكر، تخمر هذا العصير، تخمر ولا خمر، هو عصير عنب وكي خلاه واحد شهر ولا شهرين ما عرفت شحال تيخليوه، خلاه لما صار يسكر. لما وجدت علة الإسكار وجد معها حكم التحريم، ولما عدمت علة الإسكار عدم حكم التحريم. فإذا هل نقول هذا المشرب العنب عصير العنب نقول له اشرب لأن حكم تحريم الخمر قد ألغي؟ لا، ولكن لأن علة الإسكار معدومة. لما عدمت العلة عدم الحكم، لما كانت العلة موجودة كان الحكم موجودا. هكذا صنع عمر، لما عدمت العلة عدم الحكم، ما بقيناش محتاجينكم المؤلفة. ربنا شرع لنا إعطاءكم لما كنا محتاجين إليكم، الآن نحن لسنا بمحتاجين إليكم فلا نعطيكم. هل هذا إلغاء للناس؟ هل هذا إلغاء للآيات؟ هل هذا تعطيل للقرآن؟ هذا تنزيل القرآن بعلته. الآن ربنا يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فحرم ربنا سبحانه أكل أموال اليتامى. طيب، هذا يتيم يبيع طعاما له، هو يتيم يبيع طعاما له، فجئت أنت فاشتريت ذلك الطعام وأكلته، هل يصدق عليك أنك أكلت مال اليتيم أم لا يصدق عليك؟ نعم يصدق عليك، أنت أكلت ماله، لكن هل أكلته على وجه الظلم؟ لا، أكلته على وجه الشراء. طيب، أنت يصدق عليك أنك أكلته لكنك لم ترتكب محرما،
لأن المحرم هو أكله ظلما، العلة هي الظلم بأكله. لما وجدت العلة وهي الظلم بأكله وجد التحريم. لما زالت العلة، أنت لم تظلم اشتريته، زال الحكم. مفهوم الكلام؟ طيب، إذن هذا الذي فعله عمر، وهذا لا يختص بالمؤلفة قلوبهم، هذا موجود في زمن في خلافة عمر رضي الله عنه أصابت الناس مجاعة، واشتهر ذلك العام في التاريخ بعام الرمادة. الرمادة كأن كل شيء صار في لون الرماد، ما في الجوع. في ذلك العام لم يقطع عمر يد سارق. لماذا؟ ألغى عمر حد السرقة، عقوبة السرقة، ألغى عمر، عطل قول الله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، عطل هذا، اعترض على هذا النص. لا، ماذا فعل عمر؟ رأى أن الحد لم يتحقق. لماذا؟ لوجود مانع، لوجود شبهة، أن هذا السارق سرق ليأكل، ليدفع عض الجوع عنه عمن تلزمه نفقته، لم يجد ما يدفع به شدة الجوع إلا هذا، فهذه شبهة. فلذلك امتنع عمر رضي الله عنه من قطع اليد السارقة. إذا نقول له يا عمر عطلت حد السرقة؟ لا، هو لم يعطله، لكن لم يجتمع عنده شرطه. وهذا موجود يا إخواننا حتى في القوانين الآن. في القوانين الآن عندهم القضاة، هذا الشيء يعرفونه أصحاب القانون، عندهم أسباب تمنع من إيقاع العقوبة على الجريمة. هذه الجريمة كذا وعقوبتها كذا، منصوص عليها القانون، وينص أيضا على أن هذه العقوبة لا تنزل إذا وجدت أسباب تلغي هذه العقوبة أو تمحوها في القانون. العقوبة موجودة. طيب، هذا فعل هذه الجريمة التي تستحق هذه العقوبة، لماذا لا يعاقب؟ قالوا لوجود بعض الأسباب تمنع منه. إذن هل نقول ألغي هذاك القانون المجرم لذلك الفعل ألغي؟ لا، لكن لم وجدت أسباب. هذا كثير. قد المسلمون شرقا وغربا يعلمون أن الخمر محرمة ولا لا؟ طيب، الآن من اضطر إلى الخمر ليدفع عنه الموت عطشا فشربها، هل أثم؟ لم يأثم، لم يصنع حراما. هل نقول له أنت الآن لم ترتكب محرما لأن النص المتعلق بالخمر ألغي، أو لوجود الوصف الذي سوغ لك الشرب والنص ثابت محكم ولا لا؟ لم يلغى النص، الخمر محرمة، لكن أنت يجوز لك أن تشرب لوجود وصف عندك أباح لك، سوغ لك هذا الشرب. الخنزير إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم المسلمون شرقا وغربا يعلمون أن الخنزير محرم، فمن اضطر إليه لدفع الموت جوعا فأكل، نقول له أنت الآن أتيت الحرام وفعلت الحرام وأكلت الحرام؟ لا، لم تفعل حراما، لا نوبخه ولا نلومه، لا. طيب، هل تركنا للومه لأن النص ألغي، عطلنا النص ألغيناه؟ لا، ولكننا لم نقل إنه فعل محرما لوجود الوصف المبيح له أن يأكل، الآذي له شرعا أن يأكل. لذلك قال ربنا فمن اضطر غير باغ ولا عاد. اضطر لم يكن اضطراره على وجه البغي وعلى وجه العدوان، اضطر. الذي أثم هو الذي يأكل على وجه الظلم، على وجه البغي والعدوان، العدوان على الشرع. مفهوم الكلام؟ بل أعظم من هذا كله من اضطر إلى النطق بالكفر. هل يكون بنطقه ذلك كافرا؟ لماذا؟ نقول لأن حكم الكفر زال، ألغي، وإذا ألغينا الإسلام كله إذا كان الكفر حكم الكفر ألغي. هو ينطق بالكفر ولا يكون كافرا. لماذا؟ لوجود الوصف الذي أذن له في هذا النطق وهو الإكراه. قال ربنا
من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب. هذا. أما من أكره فهذا وجد الوصف الآذن بالنطق بالكفر، ولم نقل له أنت لا عليك أحكام الكفر ألغيت. مفهوم؟ فبان بهذا كله أن عمر رضي الله عنه بريء من كل هذا الذي ينسب إليه ويبنى عليه. ثم هذا فهمناه اللي داز. هب كما يقول أهل الجدل، هب أن عمر رضي الله عنه عطل نصا في القرآن، هب أنه عطله وأنه اجتهد فيه في ذلك المحل بهذا، هب. هو طبعا النبي هذا فرض جدلي آخر. عمر رضي الله عنه ممن أخبرنا أنه مهدي راشد، وأن فعله على الهدى والرشاد، وأننا أمرنا باتباع ما سنه، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، يقول صلى الله عليه وسلم. هب أنه فعل ذلك. عندنا هذا الحديث يقول لنا ما صنعه عمر فهو على الهدى والرشاد لأنه مهدي راشد. طيب، فأين هذا مثل هذا النص لغيره ممن يريد تعطيل نصوص القرآن؟ نحتاج أيضا إذا عطلت نصوص القرآن أن تأتينا بنص فيك يقول إنك أيها العالم، فضلا عن الآخرين، أيها العالم الذي بلغ علمه عنان السماء، أين النص فيك أنك مهدي راشد فيما تصنع، وأن الناس مأمورون باتباع ما سننته لهم؟ ولذلك يا إخواننا هذا تقرير أظن أنه يبين بجلاء ووضوح أن تغيير الأحكام، أحكام الشرع المقررة بالنصوص المحكمة في كتاب ربنا أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بناء على الادعاء بأن عمر ألغى النص، هذا قول باطل، وأن المتكلم به لأغراض يعلمها هو ويعلمها ربه منه. ينبغي أن يعلم أن هذا المتكلم أنه مبعوث ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، وأن قدم هذا المتكلم لن تزول حتى يسأله ربه عما تكلم به، وأن ما تكلم به سيلقاه في كتابه الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وأنه سيتلوه بنفسه يوم يلقاه منشورا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم انظروا ما يجيء بعدها: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، فلينظر امرؤ ما يملأ به كتابه الذي سيتلوه أمام ربه. والله أعلم، وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.